مرحبا بكم يا أحسن مشاهدين في قناة MZHON Forever for English. Welcome. النهاردة هناخد موضوع مهم جدا وهو عن أهم مصطلحات عن الكورونا، فيروس كورونا COVID-19 اللي ظهر في العالم من فترة أخيرة. إن شاء الله هنعرف النهاردة مصطلحات مهمة جدا وكلمات مهمة جدا لازم تعرفوها علشان نقدر نحفظ ونكتر من كلماتنا في اللغة الإنجليزية، وخاصة في المواضيع المعاصرة. دلوقتي أول كلمة معانا هي فيروس. فيروس فيروس كلمة فيروس دي اللي هي حاجة بتصيب أي كائن حي وبتنتشر بداخلها، تمام؟ وكمان في نفس الوقت برضو بيسبب الأمراض جوه أي كائن حي بيخش جوه هذا الفيروس أيا كان نوع الفيروس. في بقى الكلمات المهمة بالنسبة لفيروس كورونا. في أول كلمة اللي هي COVID-19. COVID-19 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 معناها مرض فيروس كورونا، وده تم اكتشافه في ديسمبر سنة 2019 السنة الماضية في مدينة ووهان الصينية. والكلمة دي هي اختصار لكورونا فيروس ديسيز، وكلمة 19 دي نسبة للسنة اللي اكتشف فيها اللي هي 2019. Pandemic 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 معناها جائحة. يعني ايه معنى كلمة جائحة؟ ده الوباء المتفشي عالميا ومنتشر في جميع أنحاء العالم. بمعنى زي دلوقتي احنا ملاحظين ان فيروس كورونا او كورونا فيروس منتشر في جميع أنحاء العالم، فده يعتبر بالنسبة للكرة الأرضية أو لدول العالم كلها جائحة، يعني حاجة ضرت العالم وسببت له أضرار جسيمة جدا. كلمة كمان هناخدها اسمها quarantine. quarantine quarantine كلمة quarantine دي معناها تعتبر فرض عزلة تامة وصارمة لمنع انتشار المرض، وهي معناها أساسا اللي هي اسمها الحجر الصحي. دلوقتي بالنسبة لفيروس كورونا أول لما ظهر بيبقى فيه نوعين من الحجر الصحي. الحجر الصحي المنزلي، يعني لو لا قدر الله المرض دوت أصاب أي حد بيقعد في المنزل وبيعمل حجر صحي، بيعزل نفسه عزلة تامة عن الناس والبشر عشان ما يحصلش عدوى. وفي برضه الحجر الصحي اللي هو في المستشفيات. يبقى عرفنا الكلمة دي نطقها الصحيح quarantine. كمان كلمة جميلة اسمها symptom. symptom 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 دي معناها أعراض المرض. أي مرض بيبقى له أعراض في الأول خالص، زي مثلا الإنفلونزا مثلا بيبقى فيه رشح خفيف، في ضيق في التنفس شوية. نفس الكلام برضو ينطبق على فيروس كورونا، وهو اللي بيطرأ على المريض من تغير أو ظواهر بتدل إن في لا قدر الله مرض في هذا الشخص أو هذا الكائن الحي أيا كان، بني آدم، حيوان، نبات، أيا كان. في كلمة كمان هناخدها state of emergency. state of emergency state of emergency معناها حالة الطوارئ. يعني ايه حالة طوارئ؟ دلوقتي اي كارثة او اي حاجة كبيرة بتحصل في اي دولة لازم يكون فيها قوانين طارئة بتفرضها الحكومات او بتعملها الحكومات عشان خاطر تواجه الكوارث دي. فعشان كده عملوا state of emergency. زي جائحة كورونا دلوقتي اللي موجودة في جميع أنحاء العالم، جميع الحكومات بتاعت الدول في جميع أنحاء العالم لازم تعمل حالة طوارئ أو state of emergency لمواجهة هذه الجائحة والوباء. كويس؟ جميل جدا. هناخد كلمة كمان وهي تنطق epidemic. epidemic 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 بمعنى وباء.
وباء يعني انتشار سريع ومفاجئ لمرض في مكان معين أزيد من المعدلات المعتادة. برضو دي بتنطبق على فيروس كورونا أو أي فيروس في الأول خالص عموما. بينتشر حول العالم أو حول الكرة الأرضية بزيادة عن المعدلات المعتادة في مكان معين، بس بيزيد وبيبقى منتشر جامد في هذا المكان، عشان كده بيسموه وباء epidemic. الكلمة دي بتنطق immunity 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 بمعنى مناعة، وهي الحالة المتوازنة لامتلاك دفاعات بيولوجية كافية لمحاربة العدوى والأمراض. بمعنى أنا دلوقتي عندي الأنفلونزا، كويس، في مقولة بتقولك الوقاية خير من العلاج. بمعنى ان انت مثلا بتاخد اكل وشرب معين بيزود المناعة في جسمك، بإذن الله المناعة دي بتقاوم هذه الأمراض أو بتواجه هذه الأمراض. عشان كده لازم أن يكون في مناعة زيادة في جسمنا عشان نقدر نواجه الأمراض دي. يبقى كلمة مناعة معناها immunity. الكلمة دي معناها مرض وتنطق disease disease disease. كويس جدا. المرض ده طبعا اللي هو أي مرض بيصيب أي كائن حي، سواء بقى إنسان حيوان أو نبات. كل الكائنات الحية ممكن تصاب بالأمراض، يبقى مرض معناها disease. آخر كلمة معانا ودي أهم كلمة بينشروها حوالين البشر بشكل خاص طبعا، اللي هي social distancing. social distancing social distancing اللي هو الإبعاد الاجتماعي. يعني في أي مكان أو أي مواصلات عامة أو أي أماكن عامة في الكرة الأرضية أو في جميع الدول لازم يعملوا حاجة اسمها الإبعاد الاجتماعي. لو انتوا تلاحظين مثلا في مكاتب البريد مثلا بيعملوا مثلا شباك الموظف وفي مسافة ما بينه وما بين العميل اللي داخل عليه. نفس الكلام برضو في الأماكن العامة زي المستشفيات وزي المسارح وزي المقاهي وزي أي مكان لازم يكون فيه بقى سوشيال ديستانسينج علشان ما يحصلش أي انتشار للمرض لو لا قدر الله في مرض. وهي إجراءات مكافحة العدوى، والغرض منها إيقاف انتشار المرض المعدي وكمان إبطاؤه علشان يقضى عليه نهائيا. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. إن شاء الله نلتقي مرة قادمة في فيديوهات جميلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.